بسم الله الرؤية نبدأ. الأولى الرؤية الأولى شفت وكأني في صحراء على مد البصر. تمام. فمشيت فشفت زي الغرفة كذا مبنية بطين. جيت فلقيت حارس عليها. قلت له مين داخل؟ قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أنا من هنا يعني مع ملكت كنت أبكي، يعني قلت يعني فعلا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني. ف ف فتحت الباب أشوف الرسول صلى الله عليه وسلم لابس لبس أبيض مايل للأصفر، وكان بيده عصا قصيرة وخلفه سبورة، وكان في أطفال يدرسهم. فاحتضنته، شفت وجهه طبعا، فاحتضنته وكان وجهه عادي كذا، لا مبتسم ولا غضبان، عادي زي كذا. وانتهت الرواية. طيب. ها. أنا بوصف لك الرسول من الرؤيا. كانت على عظمة الوجه بارزة، الوجه ايه جاي زي ايه. كذا. اسمع، الوجه و... جاي زي كذا، والجبهة كبيرة. الخشم طويل ونحيف جاي على قدام، واللون النبي حنطي على بياض بلون الحليبي ولا السمرة بينها. ايه يا شيخ، كانت ملامحه بارزه ووجهها سهل الخد، واللحيه نعم. ما كانت كبيره كثير، يعني اللحيه عمرها كان ما بين الناحية لنا وسط الصدر كذا، أو آه حول هذه المنطقة هذه. بس كان في الرؤية ما كانت طويلة، كانت عادي، الشاب ما بين ال35 كذا يعني، صغير. طيب. وعيون ما أوصاف شاء الله. أوصاف اللي وصفتها لك هي نفس الأوصاف اللي في الرؤية ولا لا؟ يعني لما قلت ملامحه بارزة هي، وسهل الخد وش اسمه حواجبه ما شاء الله كذا كثيفة وعريضة كبيرة، ورأسه كبير كان صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه أوصاف الرسول. شوف، أنت الآن تطلب العلم ولا إيش؟ لا والله يا شيخ، بس الحمد لله يعني عندي ما تيسر. طيب. أطلب العلم يفتح الله عليك في العلم. السيرة النبوية، خاصة بالسيرة النبوية في العلم، في الهداية، في الدين. يعطيك الله يعني تدرس الطلاب، يكون عندك طلاب وذا تدرس ناس على أي منصة، أي موقع، في سواء التعليمي أو في مسجد، أو في التواصل الاجتماعي، أو في من هذا القبيل. يعني بيفتح الله عليك في هذا العلم. والطين هذا إن شاء الله تكون كثير الذكر، وتكثر الذكر سبحانه وتعالى. إن شاء الله تكون يعني من أهل الجنة بإذن الله، غراس الجنة. وسبحان الله والحمد لله، ذكر الله سبحانه وتعالى. هذا تعبير الرؤيا حقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعطينا الرؤيا جزاك الثانية. الله. الرؤية الثانية لنبي الله يوسف. جيت. أعطيني رؤيا واحدة ليوسف، يلا، اللي رأيته بوضوح، يلا قولها لي. ايوه ايوه، هي واحدة. فجيت فأول ما جيت كانت بقرتين ما شاء الله كبيرة سمينة على الباب، وكانت حديقة كذا سورها مش مرتفع واطي، والباب. فكان نبي الله يوسف يكلم شخص، فقلت السلام عليكم. شافيني كذا ابتسم وقالوا عليكم السلام. وكان في قليل ديدان على الأرض، وكانت قطة باللون الأصفر أو أصفر وأبيض كذا. وانتهت الرؤية. عيد الرؤيا. الرؤية كنت ماشي فشفت زي الحديقة خضرة كبيرة يعني ما شاء الله، وعليها سور بس مش مرتفع، وبابها صغير يعني قصير، يعني يجيني لين تقريبا حقوي أو كذا. فقلت، وكان على الباب بقرتين يعني باللون الأحمر والأبيض، سمينة وكبيرة ما شاء الله. قلت السلام عليكم، وهو كان يكلم شخص نبي الله يوسف. فشاف فيني قالوا عليكم السلام وابتسم. طبعا الحديقة اللي كان فيها كانت خضراء، كانت حاجة بسيطة ديدان في الطرف، وقطة باللون الأبيض والأحمر والأصفر كذا، زي النمرة هذيك شفتها الصغيرة. وانتهت الرؤيا. بس يعني. بس. طيب يا حبيبي، يوسف عليه السلام كان يعني أوصافه قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مو شبه النبي. كانت عظمته بارزة، عظمة الوجه، ووجهه جاي كذا، وفمه وسط،
وسنونه كانت متفرقة من بين السنون فيها تفرق، وكانت عيونه وسط، واللون يوسف عليه السلام يقارب لون النبي صلى الله عليه وسلم بلون الحنطي البياض، حنطي البياض. مشرب بحمرة. هي مشرب بحمراء، قريب من لون الحنة لكن فاتح على بياض. هذا آه. لون يوسف عليه السلام. وكان نعم. شعره كان شعره أصفر مضرب بحمرة، يعني أطرافه فيها صفرة شعر يوسف عليه السلام. وكانت كتوفه فيها عرض وفيها انحناء، يعني سبحان الله، يعني على قولهم زي يسمونه كتف الفراشة عليه مم. السلام. وكان في طول. صحيح. الوصف صحيح، صح ولا لا؟ ايوه ايوه يا شيخ. بس أي. الشخص يعني لا اكذبك، الملامح احسها في بالي بس مش مدركها، فهمت؟ وكان الشخص، اما الشخص اللي كان عنده ما شفته نهائيا، بس هو شفت ابتسامته كذا، يعني ابتسامه وقالوا عليكم السلام، هذا اللي شفته. بس ملامحه كذا كذا مره ما، يعني احس اني اعرفها ومش عارفها. اللي وصفته لك قريب من وصفه ولا لا؟ ايه قريبه منه، آه. لانه كان جميل ما شاء الله. نعم. هذه هي وصف يوسف عليه السلام، قريبة منه آه، لحد كبير جدا، توصل ل 100%. وكان في طول، وكان معضل رباني، هذا يوسف عليه السلام. صح. والرقبة كانت يعني ما هي نحيفة ولا هي متينة، وسط كذا، كأنها معضلة رباني، سبحان الله، فيها طول، كان في ما شاء جمال. الله. ولحية يوسف قدر كبر الكف كذا. لحية الله يوسف. عليك، صح كذا. أيوه. ولونها أصفر مضرب بحمرة، يعني حمرة فيها أطرافها فيها صفر، هذا لحية يوسف عليه السلام. ما شاء فمه كان الله. فيه وسع، خشم يوسف وسط أقرب للكبر. يعني جميل ما شاء الله كان يا شيخ، ما أيوه، شاء الله. وسط أقرب للكبر، هذا يوسف عليه الصلاة والسلام، على نبينا أفضل الصلاة والسلام. شوف يا حبيبي، أنت عليك بسورة البقرة، عليك بسورة البقرة. السلام هو الله سبحانه وتعالى، ودعوة الأنبياء مستجابة، وقال وعليكم السلام، عليك الأمن والأمان إن شاء الله، والهداية لك، ويفتح الله عليك في التعبير. عليك بسورة البقرة. الشيء الثاني، في سحر باقي قليل في بطنك بيخرج إن شاء الله، هذه الحديقة اللي هي بطنك. في سحر في بطني. أيوة. عليك بالرقية بسورة البقرة، أبي يفتح الله عليك بإذن الله بالتعبير. طبعا الأنبياء والرسل ما تتشكل بهم لا جن ولا شيطان، هذا تعبير الرؤيا والله أعلم. الله يفتح علينا وعلى والبقرتين، ها. والبقرتين يا شيخ، البقرتين ها؟ اللي ما شاء الله مليانات خير. هذه خير. يفتح الله عليك بالعلم، يفتح الله عليك ما شاء الله تبارك الله في العلاج، يفتح الله عليك في التعبير، تصبح شيء قوي ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لأن البقر يخرج منها الشيء المفيد للبشر. جزاك الله كل خير ما يا يخرج شيخ. من البقر هو مفيد للبشر، سبحان الله، أغلبه يخرج منه مفيد. الحليب السمن البقر البلدي علاج. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث له أن ألبانها وسمنها فيها علاج. يفتح الله عليك في العلاج، جزاك يفتح الله الله خير يا شيخ. عليك في العلم، يفتح الله عليك في التعبير، وتصبح ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يلا الله حياك. يسعدك يا شيخ. محبك من اليمن، الله يسعدك. في امان الله الله. يحبك الذي أحببتنا فيه. صدق الله الذي قد. مع السلامه. السلام. هذا تعبير الرؤيا والله أعلم.